اليوم قابلنا قاعدين تنشر الوطنية والخدمة المؤسسة هذه لمدة سنوات، وناس قابلنا هنا متعدد الاختصاصات، من صحفيين، من مصورين، من مخرجين، من سواق، من ديكور، كل جميع الطبقات المتواجدة قابلنا هنا حتى نتساءل لدى الصندوق بتاعنا على عدم اعطانا حقنا في الزيادات اللي يتمتعوا بها زملائنا اللي يخدموا، والحق هذا طال ياسر معناها ما يقارب 10 شهور. جرينا لجميع معناها المنافذ، كلمنا جميع فهمنا اليوم باش نتقابلوا وباش نبلغوا صوتنا للمسؤول، ونوبنا احنا بطريقه حضاريه، نوبنا جميع زملاء 4 زملاء من صحفيين واداريين، وعندنا رجل قانون زاد زميلنا مقطع، نقابلوا المسؤول ووعدنا انه يوم الخميس المقبل معناها مش يكون يوم يعطينا فيه وقتاش نتمتعوا بها الزيادات. احنا كنا قبل قمنا بعريضه ممضات من طرف 50 عون من مؤسسه التنقل للقاعدين، وتوجهنا بها لسيد الاجتماعيه ونترقب الاجابه، وان شاء الله تكون اجابه واضحه. واحنا رانا طالبين حتى شيء، ما نحبوش هكا الطرق الغير حضاريه. احنا تلمينا هنا ساعه سون دي ريتروفاي، قابلنا بعضنا اللي احنا عندنا سنوات، فما اللي عنده 50، فما اللي عنده 10 سنين، فما اللي عنده 13 سنه، فما اللي عنده عامين، كلنا تقابلنا بالمناسبه هذه، وعطينا معناها تمكين ل4 من زملائنا حتى لا تكون فوضى ولا ستين ولا اي حاجه من هذا النوع. احنا متحضرين ياسر، نحبوا بلادنا برشا، وان شاء الله تقع حل هذه الاشكاليه هذه، لانه احنا زاد قاعدين عندنا حقوق وعندنا واجبات وعندنا مصاريف وعندنا اذا كان فما 100 دينار ولا 20 دينار زياده، يعني اذا كان ما نتمتعوش بها جانفي بليفري ما عادش القيمه تاعها مش تاعها. 100 دينار نتاع جانفي ما يشبه الدينار نتاع اكتوبر، فهمت؟ هذا هو المطلوب نتاعنا ان شاء الله. معناها ادارتنا قائمه بواجبها ووصلت الدوسي للسيد رئيس الحكومه مصحح وموافق على الزيادات هذه، وكل المسؤولين موافقين عليها. نجي للصندوق هنا ترك مش عارفين علاش وكيفاش، فهمت؟ ان شاء الله الصندوق الوطني للقطاع يكون اذانه صاغيه ويمكننا بحقوق اللي هي حقوق مشروعه وحقوق واضحه للبيان.